السلام عليكم يا أحلى متابعين، معكم أنا تبارك. اليوم عندنا مقطع جديد. طبعا اليوم حاحكي لكم قصة، يعني هي مو كلش رعب ولا كلش مرعب، فحلوة واسمها الشبح الهاتف. قبل لا نبدأ حطوا لايك، اشتراك، سبسكرايب عشان يجيكم كل جديد. وإذا تردون بعد فيديوهات يعني قولوا لي، لأنه والله إن السحبة كلش طويلة سحبت، لأنه أول شي امتحانات، وثاني شي إنه ما مطفرة أفكار، ما عندي أفكار. فيلا نبدأ، بسم الله. طبعا أنا حاسوي القصة إنها صارت لي، بس هي ما صارت لي أصلا. فبسم الله، يلا نبدأ. أنا بنت اسمي ريناد وعمري 20 سنة. طبعا القصة صارت يوم 20 سنة عمري، بس أنا عمري الحقيقي هو الحين هسه عمري هو 22. بس هذه القصة صارت يوم كان عمري 20 سنة. اوكي. كنت أنا جالسة بشقة حق بنات الكلية حقتي. ففي يوم من الأيام، طبعا إحنا كلنا يعني هن مغتربات. اوكي. فيوم من الأيام كنت جالسة وحدي في الصالة أو غرفة المعيشة، إيش سموها. فكنت جالسة أتابع تلفزيون أو فيلم كذا، كيف ما تقولون قولوا. فكنت جالسة، فلمحت شيء كذا أحمر متوهج عبر من جنبي أو من خلفي. فأنا كأي ردة فعل درت وجهي عشان أعرف مين هذا وإيش هذا. في يوم لفيت ما لقيت شيء، فقلت يمكن أنا أتوهم، ما قلت إنه هذا جن أو شيطان، أعوذ بالله، ما قلت شيء. ففي يوم من الأيام جلست الصباح، قصيت القصة على البنات اللي كانوا معي. فيوم سمعوها واحدة قالت لي طيب أنا صار لي نفس الشيء. قلت لها كيف؟ قالت صار لي نفس الشيء. حقيش كيف بالضبط يعني، وإحنا كنا ما نلقين لها تفسير، يعني كذا من دون تفسير. فإحنا خفنا، بس ما هدينا الأمر يعني أي شيء، بس إحنا ما لقينا تفسير. يعني هذا الشيء المخيف بالموضوع، إنه ما في تفسير، يعني ما في شيء يدل إنه هذا كذب أو صدق. فكنا بيوم جالسين في الصالة مرة ثانية، وكان تليفون حق وحدة معايا اسمها رينا. كانت رينا تليفونها حطيته على في الغرفة حقة النوم على السرير. طيب، كان على السرير. ففي يومها كنا جالسين في الصالة، فلمحت إنه التليفون الأرضي دق. أيوة، اتصل التليفون الأرضي. فيوم فتحت الاتصال سمعت صوت موسيقى مزعجة، وإحنا كلنا خفنا. يعني الاتصال كان من صديقتنا رينا اللي تليفونها في الغرفة، وهي جالسة جنبنا، ما حد في الغرفة، بس ما حد في الغرفة فارغة. فيوم شفنا هذا الشيء خفنا. بس يوم راحت صاحبة التليفون عشان تتأكد، شافت إنه الفون ما حد ماسه، ما حد جنبه، وما في أي أثر للموسيقى جنبه. فإحنا خفنا كثير كثير خفنا. فيوم قررنا إنه ننتقل. حسينا إنه في أحد بيراقبنا، بس الحمد لله انتقلنا من دي الشقة، وكملنا إنه حاولنا إنه نلاقي شقة ثانية، بس الحمد لله لقينا شقة ثانية والحمد لله. وطبعا يعني إحنا رحنا لشقة كان صاحب الشقة متأكد إنه هي ما فيها شيء، وكانت نظيفة ومدري إيش. فيوم رحنا سألنا عن دي الشقة اللي كنا فيها، سألنا عليها، عرفنا أنها كانت مسكونة وفيها 5 بنات ميتين بسبب رجل غريب داخل البيت. ودول البنات كانوا مغتربات، يعني كانوا مثلنا بالضبط. فإن شاء الله تنسون تحطون لايك واشتراك وبس. see you. كانت معكم تبارك، وإذا تبون قصص ثانية أخبروني، رعب،
مفرحة تضحك أي شيء قولوا لي، وأنا إن شاء الله ما أرد لكم خبر. بس مع السلامة.